السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا بكم في منصة دودميرا. كتير منا متخيل ان انا بعد ما اتخرج من كلية تمريض فانا عندي فرصة واحدة بس للشغل، اللي انا اشتغل في المستشفى، وده مش صحيح. انا عندي 10 مجالات متاحة ليا بعد التخرج ممكن اشتغل فيهم. يا ترى ايه هما؟ يلا نشوف مع بعض. 10 مجالات اللي انا هبتدي اشرحهم دلوقتي او اقولهم اللي هما متاحين ليك بعد التخرج. كل مجال له حلقة لوحده، يعني لو انتوا عايزيني اتكلم عن مجال معين فاكتبوا لي في التعليق عشان ابتدي اجهز له، لان كل مجال لازم تكون مخطط له وانت في الكلية عشان تقدر تحققه. ما ينفعش بعد ما اخلص في حاجات معينة كده اقول انا عايزة ادخلها، لا، هي كانت المفروض من وانا في الكلية. اول حاجة ان اكون معيد، وده حلم كتير من الطلبة. طبعا كلنا عارفين ان مش اي حد هيتعين معيد، اللي هم ال10 الاوائل، وساعات لا قدر الله ساعات الكليه بتبقى عايزه واحد بس او 2 3، ولكن متاح ان تاخد ال10 الاوائل من الدفعه. يا ترى ايه هو المجال التاني المتاح ليا؟ التدريس في المعاهد الفنيه للتمريض. ان انا ممكن ادرس في المعاهد الفنيه للتمريض، وطبعا لها شروط، يعني برضو مش اي حد يكتب في الرغبات بتاعته المعهد الفنيه للتمريض هيتعين في المعهد الفنيه للتمريض. عموما الكليه احتمال كبير بتاخد ال10، وال10 اللي بعد كده اللي هم من 11 ل20 بيتعينوا فين؟ بيتعينوا في المعهد الفنيه للتمريض، او على الاقل تقديرك ما يقلش عن جيد جدا. فالمعاهد الفنيه للتمريض ممكن تتقبل فيها، ولكن برضو بتقدير كويس، اقل حاجه جيد جدا. تالت حاجه التدريس في المدارس التمريض. متاح ليك ان انت تتعين في مدارس التمريض، وبرضو بتعوز تقدير كويس. يعني المعيد وبعدين المعهد الفني للتمريض والمدارس، الثلاثه دول يشترطوا ان يكون تقديرك كويس جدا، او اللي انت تكون من الاوائل. لو عايزين برضو اتكلم عن التعيين في المعهد الفني للتمريض او المدارس قولولي، لان لها شروط ولها حاجه معينه كده لازم تتاكد منها كويس جدا عشان تكتبها في الرغبات. رابع حاجة اللي احنا عارفينها كلها، اللي احنا نشتغل في المستشفى، وكلنا عارفين ان انا بعد ما اخلص الكلية هشتغل في المستشفيات الحكومية. خامس حاجة الوحدات الصحية، وبرضو انتوا طبعا عارفين ان مش اي حد هيشتغل في الوحدات الصحية، يعني مش متاحة قوي، لكن ممكن طبعا ان انت تشتغل في الوحدات الصحية. سادس مجال معانا الاقسام الادارية. لو انا عايز اشتغل في قسم اداري، هل انا اول ما هتخرج هشتغل في قسم اداري؟ استحالة. طيب يا دكتور انت ليه بتقولها لنا؟ لان لو انت حاططها هدف لها حاجات معينة عشان توصل لها. ايه هي بقى الحاجات دي؟ لو انت حاطط في دماغك ان انا عايز اشتغل في الاقسام الادارية، فلازم يبقى تجهز نفسك ان انت تاخد دبلومة في الجودة، في مكافحة العدوى، في الإدارة، تعمل ماجستير ودكتوراه في الإدارة. خلال الوقت اللي انت بتاخد فيه الدبلومة أو الماجستير بتاعك بتكون خبرة وسنين خبرة في الشغل. الاتنين مع بعض بيهيئوك اللي انت تشتغل في الأقسام الإدارية. لكن هل أنا أول ما أتخرج هشتغل في الأقسام الإدارية؟ استحالة طبعا، لأن بتبقى لها شروط معينة. احنا محتاجين خبرة وسنين خبرة معاك، ومحتاجين برضو مؤهلات توديك للوضع ده. اللي هو مجال معانا بيتحدد بناء عن رغبتك انت. في بعض الطلبة بيحبوا التدريس، يعني هم بيستمتعوا وهم بيشرحوا فحابين المجال ده، وانا معاكم ان فعلا في ناس كتيرة بتحب تشرح وعندها الفن والملكة دي، ولكن ما بيتعينوش معيدات او معيدين، ولا حتى في المعهد او في المدرسة. خلاص كده انا حلمي انتهى؟ لا، ما انتهاش. ممكن حلمك يتحقق في يوم من الايام. ازاي بقى؟ اللي هو المجال السابع، الدراسات العليا. هتتعين في مستشفى وهتستحمل، وعلى فكرة المستشفى هتديك خبرة كتير جدا ومعلومات كتيرة جدا لو انت حاطط في دماغك فعلا ان عايز ادرس.
وهبتدي اقدم في الدراسات العليا، هبتدي اختار تخصص معين. لو عايزيني اتكلم عن الموضوع ده لانه موضوع كبير، ازاي اختار التخصص بتاعي وبناء على ايه، اكتبولي في التعليق. هبتدي اقدم في الدراسات العليا، ماجستير ودكتوراه. طيب هيفيدني في ايه يا دكتور؟ في كليات تمريض لسه كتيرة هتفتح، فهتبقى الأولوية ليك اللي معاه ماجستير ودكتوراه بالتأكيد أكتر من أي حد معاه بكالوريوس، وفي تخصصات معينة طبعا. تامن مجال معانا القوات المسلحة. طبعا أغلبيتنا هيقول ده أحلى مجال، هو فعلا مجال كويس جدا، مكانة اجتماعية وماليا برضو، ولكن طبعا كلنا عارفين ان مش اي حد متاح ليه ان هو يتعين في القوات المسلحة. ولو كان في فرصة ان انت تتعين في القوات المسلحة، بعد ما بتتخرج من الكلية بتاخد 6 شهور دراسة في القوات المسلحة وبتبتدي تتعين في القوات المسلحة. بس انا هتكلم عن جزئية مختلفة غير الشروط اللي احنا طبعا كلنا او اغلبيتنا عارفينها، ولو عايزين نتكلم عنها اكتبولي في التعليق. لو انت شخص ما بتحبش الروتين الالتزام واللي انت تكون مقيد بتعليمات معينة، بلاش تدخلها لان هتتعذب وهتتعذبي. انا ليا زمايلي في القوات المسلحة على فكرة هم متميزين جدا، ولكن يعني انا ما بشوف زميلتي دي وبحط نفسي مكانها صعب بالنسبة لي. ليه؟ لان ساعات مثلا بيجي لها مأمورية في محافظة تانية، فاللي هي مش متاح ليها ان هي يعني انت خلاص في المحافظه دي فانت بتشتغلي في المحافظه دي، لا انت ساعات بتضطري ليكي مأموريه في مكان معين. فبالنسبه لي انا مثلا لا، الموضوع ده صعب. طبعا في بيبقى لهم طابور، في تعليمات كده والتزامات طبعا جميله، ولكن مش اي حد الموضوع ده هيبقى بالنسبه له حلو. فشوف انت في نفسك، لو انت وانت برضو في نفسك، لان انا بقول لك ليا زمايل كتير ومتميزين وناجحين، لو الحته دي مش هتقدروا عليها فبلاش قوات مسلحه. طيب ايه هو المجال المتاح اللي بعد كده؟ السفر للدول الاوروبيه. وما ادراكم بقى السفر للدول الاوروبيه، اللي احنا بنشوفه في المستشفيات الحكوميه هنا حاجه، واللي انت هتشوف في الدول العربيه الاوروبيه حاجه تانية. انا طبعا مش من هواة الغربة ابدا يعني، ولكن فعلا هي ميزة يعني. السفر للدول الاوروبية برضو زمايلنا كتير سافروا بره، بيقولوا يعني مفيش وجه مقارنة اصلا. طبعا ماليا مفيش برضو وجه مقارنة ابدا، غير ان اللي انت بتشوفه هنا حاجة واللي هتشوفه هناك طبعا حاجة تانية احسن. طيب لو انت حاطط في دماغك ان انا عايز اسافر في الدول الاوروبية، فخلي بالك لازم تحسن اللغة بتاعتك كويس جدا علشان ما تبقاش عائق ليك ان انت تسافر بره. طبعا في حاجات كتيرة برضو وشروط كتيرة انت محتاجها، برضو لو محتاجينها اكتبولي في التعليق. السفر للدول العربية برضو فرصة جميلة جدا لو انت عايز تسافر الدول العربية. تأكيد طبعا محتاجة خبرة، فمحتاج ان انت برضو تشتغل في بلدك فترة، عشان ساعات بيشترطوا سنين خبرة. ومن اشهر الحاجات في الدول العربية البرومتريك، وهنتكلم فيها لانها برضو موضوع كبير ولها حاجات كده وخبايا معينة. يعني مش اللي انا مثلا حد شاطر فهنجح فيه، لا، هي لها حاجات معينة كده لازم تعرفها كويس جدا عشان تقدر تجتاز امتحان البرومتريك.